بسم الله الرحمن الرحيم. حول قضية بايسيرا غير المعتمد بالجزائر، تصريحات الموقوفين. جاء في تفاصيل التي نشرتها صفحة النهار عبر الفيسبوك. كشف التلفزيون الجزائري العمومي عن تفاصيل قضية الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها من قبل الأمن الوطني، حيث وجهت مصالح الأمن الوطني في 14 فبراير الماضي ضربة لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مكونة من 5 أشخاص، أين اتخذت من مركز اتصال واجهة لتغطي نشاط فرع البنك الإلكتروني الإتواني بايسيرا غير المعتمد في الجزائر. البداية كانت في 2013 عندما تقدم المشتبه فيهما بالقضية إلى وكالة لونساج آنذاك بطلب للاستفادة من دعم مالي من أجل إنشاء مركز اتصال اسمه أوجي سوليسيون. ففي الظاهر مركز اتصال نشاطه طبيعي هو استقبال المكالمات الهاتفية لصالح عملاء اقتصاديين، إلى أن واقعه يخفي فرعا بنكيا مكتمل المعالم لدولة أجنبية بمعاملات مالية غير قانونية، حيث تقوم الشبكة بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا تبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى اللجوء لأعمال غير شرعية وباستعمال فواتير وهمية مزورة. وحسب مسير شركة أوجي سوليسيون كريم، فإن وكالة أنساج دعمت ملفهم ب1 مليار سنتيم. وبعد مرور سنوات بدأ نشاط المؤسسة يأخذ شكلا جديدا، حيث خرج عن مساره القانوني المصرح به مسبقا، وهنا تم توقيع عقد غير قانوني مع البنك الإلكتروني بايسيرا غير المرخص في الجزائر، أين تحول النشاط إلى القيام بمعاملات مالية مخولة حصرا للمؤسسات البنكية. وبدأت معالم النشاط في الظهور بعد زيارة مدير البنك الإتواني إلى الجزائر، أين التقى منير مدير الشركة المعنية بالاجتماع مع 3 نساء تابعات، وتم التطرق إلى طريقة العمل على حد قوله. بايسيرا هي من توافق على الموظفين، وعن انتقاء الموظفين لهذا الفرع السري يضيف المشتبه به أن بايسيرا هي من توافق عليهم بعد غربلتهم. فانتقاء الموظفين لهذا الفرع السري حسب التقرير الذي بثه التلفزيون العمومي لم يكن عشوائيا، ويركز على مؤهلات تتناسب مع طبيعة النشاط المالي، حيث يخضع عدد منهم إلى تكوين قاعدي حول المعاملات المالية في ليتوانيا بكفالة تامة من بايسيرا، وأوكلت لهم مهمة تكوين بقية الموظفين في الجزائر بتقنيات معاملة المصرفية، مستفيدين من امتيازات مغرية على غرار تذكرة السفر والإقامة في الفنادق والتأشيرات. ومن جهتها صرحت سناء منسقة موارد بشرية أن مهمتها في الشركة هي غربلة طلبات العمل وعرضها على بايسيرا، وهذا من أجل الموافقة عليها. كما اتبعت عناصر الشبكة الإجرامية طرقا ملتوية للتحايل على القانون لطرح أموال طائلة مقابل التعاملات البنكية غير المشروعة، حيث قام مدير الشركة بتحويل العملة الصعبة المتحصل عليها من بايسيرا، وهذا من الحساب التجاري للشركة إلى حسابه الخاص وشريكه، وهذا بغرض تسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء. ومن جانبهم قال الزبائن في تصريحاتهم أن العمليات تتم مباشرة مع مدير الشركة سواء في الشارع أو في محلاتهم. مباشرة التحقيقات في القضية بمجرد رصد مصالح الأمن لهذا التغيير في طبيعة النشاط وعدم شرعيته. باشر التحقيقات المعمقة والدقيقة والتي تتماشى مع خصوصية لهذا النوع من النشاط الجرائم دامت سنة كاملة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية داهمت مصالح الشرطة المقر السالف الذكر لتدق صافرة الإنذار في البنك الإتواني بايسيرا، محاولين حذف قاعدة البيانات المتعلقة للزبائن، غير أن يقظة مصالح الشرطة مكنت من استرجاع وثائق وفواتير بنكية، بالإضافة إلى ختم مؤسسة بايسيرا يستعمل لإيهام الزبائن بشرعية النشاط. كما تبين أن المصرح به لدى المديرية العامة للضرائب من قبل الشركة عجز عن النتيجة الجبائية للشركة والمفارقة، عدد العمال في ارتفاع مستمر وكتلة الأجور في تضاعف، مما جعل مدير الضرائب تباشر إجراءات القانونية. ومن جهتها مصالح بنك الجزائر تأسست كطرف في القضية لممارسة الشركة نشاطا بنكيا دون اعتماد، وهذا طبقا للمواد 66 76 81
82 84 من قانون الصرف، والمادة 1 من قانون الشرع. أما عن رد فعل مدير البنك بايسيرا بعد الكشف عن النشاط غير الشرعي والخفي للفرع المتواجد بالجزائر، رد مدير بنك بايسيرا ببعث رسالة على الإيميل أين وعد الموظفين من خلالها بالحماية وحثهم على مغادرة التراب الوطني والهجرة إلى أوروبا عبر بلغاريا. وجاء في نص الرسالة: كما تعلمون أنه ليس لدينا تمثيل مادي في الجزائر ولا نعلن عن خدماتنا، وكان علينا استخدام الأدوات المتاحة لفصل أو حذف كل وصول إلى البيانات لديكم. إذ كان أي شخص يريد الهجرة من الجزائر فإننا نوصي عليه ونساعده على القيام بذلك، ويبدو أن بلغاريا أفضل بلد في الوقت الحالي، ولا تزال جهود المحققين متواصلة للكشف عن قيمة الأموال الضخمة المهربة نحو الخارج. هذا ما جاء في الخبر الذي نشرته صفحة النهار عبر الفيسبوك. شكرا على المتابعة، من الاشتراك في القناة وتفعيل